إذا كنت أول مرة تسمع عن كلمة الهرم السكاني وما تعرفش في الأهرامات غير أهرامات الجيزة، فحضرتك محتاج تتابع معانا الحلقة دي. هرم سكاني يعني رسم بياني لتوزيع السكان، بيوضح التركيب العمري والنوعي للسكان بتاع أي منطقة. تركيب عمري ونوعي أهو، أنت بدأت كلام مش مفهوم، بالراحة بس ونوضح كل حاجة واحدة واحدة. كلمة تركيب عمري يعني تقسيم السكان فئات عمرية، كل فئة عمرية لوحدها. يعني مثلا عشان تفهم الكلام اللي هنقوله بعد شوية، يعني الصغيرين صغار السن دي فئة صغار السن، دي فئة لوحدها. أما الفئة المنتجة يعني في الناس اللي بتشتغل وبتبقى عندها القدرة على الإنتاج والعمل، دي فئة تانية لوحدها. وكبار السن الناس الكبار اللي زي تيتا وجده، دي فئة تالتة. فتلات أقسام بنقسم السكان لتلات أقسام: صغار السن ومتوسط السن أو سن العمل، وآخر حاجة كبار السن. ده التركيب العمري. أما بالنسبة لكلمة التركيب النوعي يعني تقسيم السكان من حيث النوع، ذكور وإناث. بس لا سوري، إناث الأول، لأن اللي على اليمين هتلاقيها الإناث، واللي بيديه اللون الوردي، لون البامبي كده أو الوردي، بيعبر عن حاجات البنوتات. إناث يعني البنات، سواء البنات صغيرين في السن أطفال أو نساء أو كبار في السن، فكلهم اسمهم الإناث. فده أول شيء على اليمين، ده هي في الهرم هي الإناث. والقسم الثاني في التركيب النوعي الذكور، يعني الرجال والأولاد والشيوخ، كل دول اسمهم الذكور. وده بيبقى على الجهه اليسرى او على الناحيه الشمال، وهياخد اللون الازرق زي ما هناخد دلوقتي ونفهم مع بعض في الهرم اللي قدام حضرتك، اللي استندنا فيه لارقام التقديرات بتاعت 2022. فدي الارقام اخر تقديرات معانا واللي استندنا فيها لعمل هذا الهرم. هنبدا واحده واحده كده نفصص في الهرم ونفهم ايه حكايه الهرم ده، ونفهم من الرسمه دي ايه. هنطلع بمعلومات كتيره من الرسمه اللي قدام حضرتك. اول شيء هنتكلم عن احنا بنستفيد من الهرم ده، بيقسم السكان تركيب نوعي يعني طوليا كده بطول الهرم هنلاقي اسم قسمين: قسم على ايدك اليمين الناحيه اليمين، ودي هنلاقيها لونها باللون الوردي او اللون البامبي كده، ده خاص بالاناث زي ما اتفقنا من شويه. القسم اللي خاص بالاناث ده اللي على اليمين هلاقي نسبتهم 49.4، يعني النساء في هذه البلد اقل من 50%. ما احناش نص المجتمع، احنا همسه بس كده ونوصل لنص المجتمع. طيب ده بالنسبه لعدد الاناث. اما الجزء الثاني وهو اللي باللون الازرق او على ناحيه ايدك الشمال اللي هي الناحيه اليسرى، فهنلاقيها بالطول كل قسم لونه ازرق ده خاص بالرجال يعني الذكور، فهنلاقي نسبتهم 50.6%، يعني نسبته الرجال في البلد اكتر من النص بشويه بحاجه بسيطه. فده التركيب النوعي، يعني اناث وذكور. طيب ده اول معلومه خدتها من الهرم، وهو التركيب تقسيم السكان حسب التركيب النوعي اناث وذكور، وفهمنا الجزئيه دي خلاص. تاني شيء في الهرم ده هنلاقي ان هو بيقسم السكان حسب التركيب اللي قلنا العمري، فئات عمريه. فهنبص على القاعده بتاعه الهرم، بص كده اسفل الهرم خالص القاعده بتاعه الهرم، هنلاقي القاعده عندنا نلاقيها عريضه، قاعده كبيره. دي نسبة صغار السن، يعني من 0 لغاية 14 سنة. كل اللي أعمارهم في البلد من 0 بحديث الولادة لسه مولود لغاية 14 سنة، ده في قاعدة الهرم أسفل الهرم. ده أول فئة معايا، ودي أصغر فئة عمرية في البلد، أصغر سن وأعمار في البلد. تقريبا نسبتهم تلت سكان مصر. تلت سكان مصر صغار السن، 33.9% من سكان مصر هي فئة. طبعا الفئه الصغار السن فئه غير منتجه. غير منتجه يعني مش بيشتغلوا بيدخلوا داخل البلد، مش بيدخلوا داخل اسرتهم، فالفئه دي غير منتجه ما بتشتغلش. بالعكس الفئه بتاعت صغار السن دي بتحتاج رعايه جامده جدا، رعايه صحيه ورعايه تعليميه وحاجات، كل حاجه. الطفل صغير محتاج تعليم ومحتاج تطعيمات ومحتاج صحه ومستشفيات دي الفئه الاولى اللي معانا، بتكون كبيره مش قليله، ده تلت تقريبا سكان مصر هي الفئه الصغيره ديت. ده دليل على ان المعدل المواليد عندنا مرتفع. معدل مواليد مرتفع دليل ان في رعايه صحيه كويسه مقدمه لصغار السن، بدليل ان نسبتهم كبيره والحمد لله ما فيش فيهم وفيات. فدي رعايه صحيه هي اللي خلت نسبه صغار السن كبيره كده زي ما واضح عندنا في قاعده الهرم او اسفل الهرم. اما في وسط الهرم، ودي الفئه الثانيه اللي معانا من ناحيه العمر، من سن 15 ل 64 سنه. الفئه الثانيه اللي معايا دي فئه اللي في وسط الهرم، فئه منتجه.
فئة منتجة يعني ايه؟ يعني بتدخل دخل، بتشتغل في اي مهنة واي حرفة او اي عمل، وبالتالي هي فئة بتدخل دخل. اي نعم، ممكن تكون حضرتك او اخوك او لسه في التعليم الثانوي والجامعي وبالتالي مش بتشتغل، فانت كده بتمثل عبء على والدك. بس المفروض السن المفروض من اول سن 15 ل 64 ده عالميا ده السن المنتج او السن العمل. فده بالنسبة للفئة التانية اللي معانا دي نسبتهم 60.7% من إجمالي السكان، فتقريبا نسبة كبيرة جدا وده شيء كويس، يعني نسبة المنتجين عالية عندنا في بلدنا. الفئة دي هي المسؤولة إنها تعول الفئة صغار السن وكبار السن. يعني تعول يعني إيه الكلمة الغريبة دي؟ تعول يعني تنفق عليها. الفئة دي مسؤولة انها تنفق على الصغيرين، يعني هتلاقي مثلا والدك ووالدتك، وهتلاقي الفئة دي المنتجة هي اللي بتدخل دخل في الأسرة، فهي المسؤولة على الإنفاق، على إعالة، اللفظ بقى اللي هنقوله في الدراسات، إعالة يعني إنفاق وتصرف عليهم وكل متطلباتهم. هي الفئة دي اللي بتعول صغار السن الصغيرين، أيوة اللي ما لهمش دخل، ما يقدروش إنهم يشتغلوا ولا يعتمدوا على نفسهم، وكمان فئة كبار السن. يعني مثلا لو حضرتك جده او تيت او كده عايش معانا او مسؤولين احنا عنه، فبالتالي نفقاتهم مسؤوله من هذه الفئه ايضا. فدي الفئه الثانيه اللي معانا وهي فئه سن العمل، ودي نسبتهم مش قليله، نسبتهم 60.7% من اجمالي سكان مصر. على قمه الهرم فنلاقي دي اكبر فئه في السن، اكبر فئه عمريه في السن، من اول 65 وانت طالع 65 فاكتر، ده الفئه الاكبر ودي اكبر اعمار، ودي على قمه الهرم زي تيتا وجدو وكبار السن اللي احنا بنجلهم ونحترمهم. فدي الفئه العمريه كبيره السن، نسبتهم 5.4% من جمله السكان. من المتوقع طبعا نسبة مش كبيرة، 5.4% من السكان، بس من المتوقع ان في السنوات القادمة النسبة دي هتزيد بسبب الرعاية الصحية والتقدم اللي موجود في البلد في الناحية الصحية، والرعاية اللي بتقدمها الدولة صحية واجتماعية لهذه الفئة. فدي قمة الهرم. طيب احنا كده اتكلمنا التركيب النوعي واتكلمنا على التركيب العمري، وعرفنا تركيب العمري الفئات الثلاثة، واحنا من مجرد ما نبص للهرم نقدر نحدد كل فئة نسبتها قد ايه والذكور قد ايه والاناث. يعني ممكن في كل فئه من دي نبص كده، طب فئه صغار السن نسبه الاناث قد ايه فيهم والذكور مين النسبه الاعلى، طب الفئه بتاعت السن العمل الاكثر الاناث ولا نسبه الذكور. فالارقام واضحه قدام حضراتكم بسهوله جدا، نقدر نحدد كل فئه اعمار كل مجموعه قد ايه. طيب نستنتج من الكلام ده اهميه دراسه الهرم السكاني. احنا ليه منظر الهرم السكاني والرسم البياني بتاع الهرم السكاني ده هو مهم؟ بنطلع منه معلومات كتير، زي ما احنا لسه دلوقتي مستفيدين معلومات كتير. الهرم السكاني بيفيدني في حاجات كتير، بيفيدني في دراسه الهرم السكاني، تحديد الاحتياجات لكل فئه عمريه. كل فئه عمريه لما اشوف مثلا نسبه صغار السن كبيره عندنا، محتاجين رعايه صحيه ومدارس ومحتاجين تطعيمات ومحتاجين، فده هنحدد احتياجاتهم. لما ابص على فئه سن العمل، عندنا مثلا اكتر من 60% فئه سن العمل، ده هيوضح لي ان انا محتاج اعمل مشاريع جديده، محتاج مصانع، محتاج فبحدد احتياجات كل فئه عمريه في الحاضر وفي المستقبل، بيتم عن طريق هذا الهرم السكاني، سواء بقى تعليم، صحة، مرافق، فرص عمل جديدة، فده كله بيتحدد من شكل الهرم السكاني. وطبعا لما ابص كده مثال نسبة صغار السن بعد كام سنة هيتحولوا لسن العمل منتجين، فكمان في المستقبل بستنتج من الهرم ده كمان 10 سنين مثلا الفئة دي هتنتقل للفئة الأعلى، وبالتالي فهي محتاجة خدمات أكتر، محتاجة فرص عمل أكتر. فده أهمية الهرم السكاني. طيب ممكن الدولة أو الحكومة تقوم بدور تجاه الهرم السكاني أو فئات الهرم السكاني؟ بالفعل ده اللي حاصل. قامت الدولة فعلا بجهود تجاه فئات الهرم السكاني. أول فئة معانا هي فئة صغار السن، واللي الدولة اهتمت جدا بيهم لدرجة إن الدولة أصدرت قوانين بحظر عمل الأطفال، ممنوع أطفال يشتغلوا في سن أقل من 15 سنة. فبالتالي دي قوانين الدولة بتعملها لحماية صغار السن، ما ينفعش أي نشاط أو أي عمل يقوم به لسن أطفال لسه، ما ينفعش إن أنا أخليه يشتغل أي حرفة أو أي مثلا صنعة أو أي شيء أقل من 15 سنة. فده قانون بحظر عمل الأطفال، عمالة الأطفال أقل من 15 عام، اللي هو سن التعليم الأساسي. يعني لو هو في التعليم الأساسي ياخد مثلا إعدادية، يبقى سن 15 سنة. طب حتى لو مش مكمل تعليمه، ممنوع أقل من 15 سنة طفل يتم تشغيله او عمله في اي مهنه او اي حرفه.
طبعا دي اول فئه معانا وهي فئه صغار السن. الفئه الثانيه اللي معانا الدوله اهتمت جدا بيها هي الفئه اللي في قمه الهرم وهم كبار السن. فالدوله خلت سن التقاعد، مدت سن التقاعد إلى 65 سنة. سن التقاعد أو سن المعاش هيبقى من أول 65، بحيث الشخص يقدر يبقى ليه دخل ويقدر ينتج لغاية سن 65 سنة. طيب إذا كنا بنتكلم على الهرم، طب ما خلاص أوكي، كل الأهرامات نفس الشكل؟ لا، مش كل الأهرامات زي بعضها. كل دولة الهرم السكاني بتاعها مختلف عن الهرم السكاني بتاع الدولة التانية. هيختلف حسب التعدادات اللي عندهم وحسب الأرقام المتاحة ليهم، بيختلف شكله من دولة للتانية تبع للنمو، طبعا للنمو السكاني في الدولة. كل دولة ليها نمط في النمو وليها نمط في عدد السكان، فبيختلف شكل الهرم السكاني. فأكبر نمطين مشهورين جدا الهرم اللي حضرتك شفته من شوية معانا، وهو الهرم بتاعنا اللي شكله القاعدة على العريضة والقمة بتاعته يعني اللي شكل هرم الجيزة بمعنى أصح، ده الهرم السكاني عندنا في مصر. في شكل تاني للهرم السكاني بيبقى القاعدة بتاعته ضيقة مش زي عندنا كده في مصر، ده شكل آخر من هرم أو أهرامات السكان. طب إيه الفرق بين ده وبين ده؟ الهرم الاولاني اللي ذو القاعده العريضه ده بيوضح لنا ان معدل المواليد عندي مرتفع، فالقاعده العريضه القاعده او اسفل الهرم مرتفع لان نسبه المواليد كبيره فمعدل المواليد كتير. طب ده اول شكل. اما النوع الثاني من الاهرامات وهو الهرم اللي القاعده بتاعته ضيقه، ده بيدل طبعا ضيقه يعني قليله، معناها ان المواليد في البلاد دي قليله، المواليد نسبتهم منخفضه، فعشان كده قاعده الهرم تحس انها ضيقه غير الهرم اللي احنا اتعودنا على شكله. وطبعا الهرم اللي عندي في مصر هو من الهرم ذو القاعده العريضه اللي نسبه المواليد عندي مرتفعه. طبعا شكل الهرم ده ما اقدرش اتوصل اليه الا لو كانت عندي بيانات دقيقه. البيانات الدقيقه بنحصل عليها ازاي؟ بيتم تجميعها، واحنا عندنا بنعمل هنا تعداد في مصر كل 10 سنين مره. حاجه زي الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء مسؤول عن كل التعدادات وكل الارقام اللي موجوده في مصر، فانا بيتم جمع هذه البيانات، وطبعا انا كمواطن مفروض ان انا اتعاون في اعطاء المعلومات السليمه. الاول اتاكد ان الشخص مندوب التعداد اللي جاي اتاكد من هويته واعرف ان هو فعلا تبع الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. اتاكدت وخلاص واطمنت للشخص. كل الاسئله والبيانات اللي بيسالني فيها المفروض اديله بيانات صح واديله ارقام مظبوطه. هو مش جاي هيحسدنا ولا جاي بيطير على ارض هيبيعها لنا، مفيش الكلام ده خالص. فبالتالي هو بيحتاج بيسالني اسئله غريبه، ما هو الاسئله دي هم بيسندوا ليها عشان يجيبوا كل بيانات خاصه بالسكان، فلازم اعطاء الارقام الصحيحه، وكل الاسئله اللي يسالها لنا مندوب التعداد لازم تكون ارقام مؤكده وحاجات منطقيه وصحيحه عشان يعتمدوا عليها ويجمع كل المعلومات خاصه بالسكان. فالتعداد هو مهم جدا. التعداد يعني هنفكر تاني بمعلومه قديمه، كلمه حصر شامل للسكان. اول اهميه للتعداد التخطيط الجيد للتنميه وتقدم المجتمع. طالما عندي ارقام صحيحه هقدر ان انا استند اليها واخطط كويس واعمل على تنميه المجتمع واقدر ان انا افيد المجتمع، فده اول اهميه كمان توفير معلومات صحيحه عن عدد السكان وتركيبهم العمري والنوعي اللي احنا اتكلمنا عليه. فتوفير البيانات الصحيحه ده هتساعدني ان انا احدد التركيب العمري والنوعي. تحديد الانشطه الاقتصاديه اللي بيمارسها سكان مصر، فده بيعتمد برضو على التعدادات او الارقام بتاعت التعداد السكاني. واحنا خلاص اتكلمنا على التركيب العمري والنوعي. التركيب النوعي يعني اناث وذكور، اما التركيب العمري يعني الفئات المختلفه، فئات صغار السن، فئات سن العمل، وفئات كبار السن. ثالث شيء وهو التركيب الاقتصادي. بعد كده فهمنا يعني التركيب العمري والنوعي. التركيب الاقتصادي، تركيب اقتصادي يعني النشاط الاقتصادي الانسان بيمارسه، الحرف او الاعمال الانسان بيمارسها. معناه تصنيف السكان حسب النشاط الاقتصادي اللي بيمارسوه. ايه انشطه اقتصاديه؟ ايه الاعمال والحرف اللي بيمارسها السكان؟ فاهم الانشطه الاقتصاديه اللي بيمارسها السكان في مصر، اول حرفه معانا هي حرفه الزراعه. حرفة الزراعة واللي بيشتغل فيها 25% من القوى العاملة في مصر، يعني تقريبا ربع السكان بيشتغلوا بهذه الحرفة، حرفة الزراعة. تاني حرفة معايا بعد الزراعة التجارة وبيمارسها 23% من السكان، ده تاني حرفة في عدد نسبة السكان اللي بيشتغل في التجارة، 23% من جملة السكان في مصر. ثالث نشاط اقتصادي بيمارسه المصريين هو الصناعة، واللي عدد العاملين فيها 13% من جملة القوى العاملة في مصر. في مجالات تانية كتير في مصر زي أنشطة الخدمات، التعليم والصحة والأمن،
في السياحة، في الاتصالات، في أعمال وأنشطة كتيرة بيمارسها المصريين. فدي كانت آخر شيء معانا النهاردة في الدرس بتاعنا. أرجو إن يكون سهل ويكون استفدتوا معلومات جديدة، ويكون يعني الأمر خلاص ما عادش فيه أي حاجة صعبة أو أي شيء مبهم بالنسبة لكم. أتمنى إذا كانت عجبتكم الحلقة ما ننساش شير ولايك وسبسكرايب، ونتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.